صدقني ربنا مش هيسيبك ومش هيضرك وهيحفظك، وانت بنفسك هتتفرج على تدابير ربنا وهو بيجيب لك حقك اضعاف ما انت متخيل. فربنا يدي كل واحد على قد نيته وعلى قد تعبه، على قد اللي استحمله وفضل مكمل وواقف على رجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. بصوا بقى النهاردة يا حبايب قلبي عندنا كده فيديو جميل. قبل ما ندخل عليه اتمنى تعملوا لي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار منه. الكلمة اشتراك في الشمال باللون الاحمر، اضغط عليها واشترك في القناة بتاعتنا الجميلة. ان شاء الله هنكبر بيكم ومكملين باذن الله، وخليكم معانا كده لحد ما تشوفوا الفيديو بتاعنا الجميل النهاردة هنعمل فيه ايه. اول حاجة بقى ايه كده، رحت السوق بقى جبت بقى سمك كده. بولتي السمك صراحة النهاردة هو بقاله شوية كتير يعني غالي قوي، بس يعني ايه بصراحة حاجة حلوة وحاجة نظيفة جدا يعني. الكيلو ب50 والكيلو ب60، فانا جبت السمك دوت الكيلو ب50. يعني ايه خدته ب48 من الراجل، هو كان بيقول لي ب50 فخدته ب48. جبت 2 كيلو سمك كده زي ما انتوا شايفين بولتي، والله كبير وحلو يعني. وجبت كده ايه السمكتين الروسي دول. قلت يعني ايه يبقوا جنب الاكل كده يطعموا الاكل وكده. نقليهم كده جنب الاكل. وقلت بقى اشوي بقى البولتي ايه في البيت. بصراحة يعني ايه الشوي في البيت بصراحة بيبقى ليه طعم مختلف خالص خالص خالص. مقلكمش على طعامة السمك وجماله اما بيبقى مشوي في البيت وانت اللي شوياه بجد يعني. بيبقى كده ايه حاجة كده حلوة كده يعني، بتفتح النفس. صراحة النهاردة عندنا خالتي جاية من البلد هي وابنها، منورانا والله العظيم منورانا، ومنورة بيتنا ومنورة اسكندرية. فانا قلت بقى ايه، قلت لهم بكرة بقى غداكم عندي، هعمل لكم بقى اكلة كده ايه حلوة سمك كده، وانا اللي بقى اللي هشويلكم بايدي. وبالمرة يا خالتي بقى تدوقي السمك بتاعي وتقولي رأيك ايه في شوي، وما تجاملينيش يعني. بس الصراحة عجبها قوي وقالت جميل وتحفة. سخنت بقى كده الصاجة بتاعتي فوق البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ورحت بقى ايه حاطه بقى الثلاث سمكات اللي معانا دول. طبعا العين في النص فمش بتاخد اكتر من 3 سمكات، والسمك كبير وعايز يعني ايه يستوي برضو حلو وكده. فانا بقى رحت مسخنه ايه الصاجه، ورحت حاطه ال3 سمكات دول كده في الرده ورحت حطاهم عليها. وقلت بقى ايه تشوي بقى براحتهم كده شوي حلو، عايزين بقى شوي حلو كده وشوي يفتح النفس كده. والله العظيم ما اقولكمش على الجمال والحلاوه بتاعه السمك والرز. يعني الواحد لما بيعمل لحد بيحبه اكل بجد بيطلع تحفه، والله العظيم بيطلع جميل جميل يعني. فالمهم يا حبايب قلبي، وقلت بقى ايه انضف بقى السمكتين الروسي اللي كنت لسه ما نضفتهمش. نضفتهم بقى كده وقلت ايه اغسلهم معاكم غسله بقى زي الفل كده، غسله تمام. بيبقى طبعا السمك الروسي دوت متلج، لازم يفك الاول من التلج عشان ايه اما تيجي تحمريه في الزيت ما يبقاش ايه يعني في دم من جوه ولا لسه ما استواش ولا كده. لازم تسيبيه يفك شويه عشان يبقى معاكي حلو يعني. انا برضه اما باجي احمره يعني ايه مثلا بعلي عاد البوتاجاز بس في الوش التاني بروح موطيه شويه عشان يدي سوا حلو، عشان زي ما قلت لكم بيبقى ايه متلج فايه يعني السوا يوصل له حلو يعني، يبقى من جوه ومن بره حلو كده وتقلي الحاجه وتشويها كده بتأني وكده. خليكم معايا بقى، ادعمونا بلايك واشتراك وشير وسبسكرايب للقناة. اتمنى تكونوا معايا دايما، وبجد بشكر لكل حد بيدخل على قناتي المتواضعة ويعمل لي لايك واشتراك، بجد اشكره من كل قلبي. اشكر كل حد بيدخل عندي، بجد نورتوني نورتوني عيلتي الصغيرة، بجد هنكبر بيكم بإذن الله. ورحت بقى جايبه بقى كيلو ونص رز زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، حطيتهم بقى في الحله بقى ايه التفال بتاعتنا دي. ورحت بقى ايه اديتهم بقى 5 6 غسلات كده بالميه علشان ايه يبقى نضيف كده وحلو. وبعد ما غسلته حطيت بقى فيه ميه
غسلته غسله والله يا جماعه حلوه قوي قوي يعني. ورحت بقى حاطه الميه بقى، وهحط الملح معاكم دلوقتي واحطه على البوتاجاز. هو الرز على فكره اسهل ما يمكن، اسهل حاجه تعمليها. في ناس بتستصعب الرز وكده، بس والله يعني الواحد قبل ما يتعلم الطبيخ كان مستصعب كل حاجه، خلاص اتعلم بقى بيعمل كل حاجه الحمد لله. ورحت بقى حاطه بقى عليه بقى يا حبايب قلبي الميه، وحطيت بقى شويه ملح كده، وقلت بقى ظبطي طبعا الملح بتاع رزك. ورحت حاطاه بقى على عين وهي عاليه عادي، طبعا حسب الحله كبيره قوي بتحطها على عين عاليه، على عين كبيره. الحله متوسطه بتحطها على عين متوسطه، عشان الرز يبقى مستوي من النص ومن الحوافي. انتي طبعا عارفه بقى طبعا لما الواحد بيسلق اول مره او كده بيبقى عارف بقى العين دي بيتحط عليها انهي حل. فكده بقى كنت بشوي معاكم السمك. بصوا والله العظيم بجد تحفه يعني، ما اقولكمش بقى الشوي بجد حلو قوي قوي يعني. انا بقى بتصرف يا جماعه بقى وبعمل بالمعلقه زي ما تاخذونيش يعني. بس بقى، وبقى بتقلبيه بقى على الظهر ده والظهر ده، وبعدين على البطن والظهر. ورحت حطيت بقى الطاسه كده وحطيت فيها شويه زيت، استنيت بقى اما سخنوا جامد، ورحت حاطه بقى السمك بتاعنا الجميل حمره دلوقتي، وتشوفوا بقى لونه تحفه بجد. الروسي ده تاكليه متحمر بجد بيبقى تحفه كده، بيبقى بصراحه زبده والله العظيم، ما اقولكمش على طعمه وجماله. وقلت بقى حمره بقى يا حبايب قلبي كده، واسيب الرز بقى انا الرز كان شرب صراحه الميه ووطيت عليه. انا بصوا ما بقدحش للرز السمنه يعني على طول اول ما يتشرب الميه، لا بسيبه يتلدن مع نفسه قبل ما احط السمنه والله. يعني انا ما اعرفش بعمل الرز بالطريقه دي، اسيبه شويه يتلدن على نار هاديه، وبعدين اقدح بقى السمنه او احطها من فوق عادي هي، واروح بقى سايباه برضو على نار هاديه، وبيطلع زي الفل. وهوريهولكوا دلوقتي مفرفر وتحفه. بصوا بقى انا هنا كنت خلصت بقى السمك، وقلت بقى اغرب بقى في الاطباق زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. كل طبق كده سمكتين، بجد السمك بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا. والله العظيم ما كنتش متوقعة الطعم الجميل ده، والله العظيم مش بشكر في نفسي يعني بس فعلا كان طعمه جميل جدا 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 يعني. انا بصوا اهم حاجه لما بعمل الاكل كده بحب الناس تستطعم الاكل ويعجبها، يعني اهم حاجه عندي صراحه. وعملت طبق سلطه كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. وبصوا بقى الرز بقى والسلطه والشيبسي وصراحه والمخلل، بجد الاكله تحفه تحفه تحفه. بصوا الاكل ما اقولكمش على جماله وطعامته وحلاوته، والرز مفرفر والله العظيم جميل جميل جميل. الحمد لله والشكر لله.